وجع الأم والأب لما يحسوا إن ابنهم مش سامعهم. تخيل معايا كده بتنادي على ابنك مرة واتنين وتلاتة وهو ولا كأنه سمعك، ومع الأسف دي لحظة بتكسر قلب كل أم وأب. الموقف ده ناس كتير قوي بتشوفه، لكن مع الأسف بيفسروه غلط جدا. الكل بيقول ده ولد بيتدلع، ده يمكن مش مركز، ده ما بيسمعش الكلام. لكن هنا الوعي، لأن احتمال كبير جدا يكون الولد عنده ضعف سمع، ومن هنا هتتخلق فجوة كبيرة قوي ما بينك وما بين ابنك وانت مش دريان ولا انت حاسس. وهنا بقى السؤال، هتعمل ايه لما انت تلاحظ كل ده؟ أول حاجة بلاش عصبية، ولا تلوم عليه ولا تزعق فيه وتقول له انت ليه بتطنشني، لأنه بكل بساطة هو للأسف مش سامع. هنا العصبية هتأثر أكتر بالسلب على نفسيته، ومش بس كده هتعمل فجوة ما بينكم وهتبعدوا عنك أكتر. تاني حاجة نادي عليه وفكر إنك تكلمه من قريب، أو تبص في عينيه وإنت بتتكلم معاه، ومن هنا ده أكيد هيخليه يركز معاك أكتر. تالت حاجة بقى إنك تتابع سلوكه مع كل الأصوات المحيطة حواليه، وهنا هتبتدي تركز معاه هل فعلا بيتفاعل مع كل الأصوات المحيطة حواليه، زي صوت الألعاب، زي صوت جرس الباب، زي صوت الموبايل. إنما بقى لو ده ما بيحصلش هنا في خطر ولازم تتحرك فورا. الفحص المبكر مهم جدا لو المشكلة بسيطة وممكن تتعالج، وهنا التدخل بدري بيخلي التأقلم أسهل بكتير، وخصوصا عند الأطفال. في الصفوة للسماعات الطبية خبرة أكتر من 25 سنة، بنوفر لك فحوصات دقيقة واستشارات للأهل علشان يطمنوا على أولادهم. ما تسيبش الشك يكبر جواك، تواصل معانا عشان تخلي ابنك يسمعك من قلبه. لازم نحتوي أولادنا ونفهمهم بدل ما نلوم عليهم. تابعونا بقى في الحلقة الجاية علشان هنتكلم في حاجة مهمة جدا، وهي العزلة اللي بيفرضها المريض على نفسه من غير ما أي حد في الأسرة واخد باله من أي حاجة.